الله كم بويا فلوس. قل ما شاء الله يصلح. قل ما شاء الله. لا تخرب لي تعبي وتمحقه. بعدين هذيك الرزمة مالك قد تدور لحاله. والله انك صرعت عيني يصلح. هذه يا طويل شكله أبو ناشر ضبطي على كذا علشان تجلس الفلوس تتقلب على ظهري وبطني ما تعفنش ولا تخرب. تقول ما هو طرح بالشنطة خضرة ولا فلوس عشان يقلب على ظهري وبطني؟ على من تصرف الكلام هذا يصلح؟ قل ما شاء الله. صرعت الفلوس حقي عين ما حقت الله ما حقك. وبعد هذا اللي يشل الآدمي الرزمة اللي قدامك ما وقع يصدقش على من الله عينك. انه يحصل له عذر، يدور عذر يشتي طيرنا. ما لك يصلح أنا أكلمك. قل ما شاء الله. قل ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله تبارك الله لا حول ولا قوة إلا بالله وإنا لله وإنا إليه راجعون. ها أعجبك يا طويل؟ ها قمة ما شاء الله. طيب وليش عادة تلف تدور يصلح؟ مثلك يا طويل، هذه مثلك تلف تدور. أقول لك الليل خارجنا. يمين ما تحصل ريال. يمين ما تحصل ريال يصلح إلا لما توقف الدوران. إلا ما حقت فلوسي. حصل له عذر الطويل ما ظل حينش ينتقمنا. مري أنا كيف أقدر أوقف الدوران حق الفلوس هذه؟ منين الضبط حقه؟ كيف فعل ضبط المصنع؟ الله لا ألحقك خير يا طويل أنت وأبو ناشر. الله أعلم ما يكونش الطويل نفسه هو ومراع سراع يكون أصاب الفلوس حقه بالعين، لأنه قالوا إنه كم من مرة واحد يصيب نفسه ولا يصيب حتى ابنه ولا المهم إنه أي حاجة يشوفه ما يقولش ما شاء الله يطرق عين. الله ولا صلح هذا. أمان إنه فوقه جن. أمان إنه طرق حق الفلوس عين. ما حقه. ما حقش أجزعه من قدامي. الحمد لله إننا اكتشفته بأول حاجة ولاش دمرنا الآدمي هذا. لازم أقول له قرب أنت يا طويل قل ما شاء الله. لو وقف الفلوس خلاص قدوه هو قد اجتمع بينه كل الخصال القبيحة والمصائب. الله حتى جاء على رأس الشنطة هذه اللي مستقبلي وسطه مستقبلي داخله، لكن يمين لأمدد الأصلع وذبحوه وطير دمه على الغرفة كله عشان ترجع فلوسي وترجع البركة. طويل وطويل ها ما تشتي يصلع. مستقبلي قرح جو بسببك. أنت دمرتنا. كذا قرب أنت يا طويل قل ما شاء الله. أقرب أنا يصلع؟ كيف أنا شاصب حلالي بالعين؟ منو يصيب حلاله بالعين؟ مالك يا عبد حلالي قلك حلالي هي حرام في حرام يا أخي. وانت قرب قل ما شاء الله مش تخسرش حاجة. مش بعيد تكون أنت، لأنه يقول لك إنه الواحد يعني يصيب بالعين أي حاجة قدامه جميلة حتى لا يحقه. بقرب يمكن يطلع كلامه صح. أهم شي فلوسي ترجع. اطرح ربي بين البركة. يا الله يا طويل قل ما شاء الله. ما شاء الله تبارك الله. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما شاء الله ما شاء الله. هيا شفت يا طويل كيف وقفه. هيا أنت المرة السراع أصابك بالعين. أمانة إنك تقرع قرع كل الصفات القبيحة بينك. الله على كارثة. يعني طلع كان المراع. طلع كان العيان المراع السراع. كيف تشوف يا طويل؟ ها أصلا لا يخرج الكلام هذا لأحد. كمش تكلم أحد إنه أنا أصبت حق الفلوس بالعين. أصلا لا تكلمش أحد على الموضوع هذا كله. على الفلوس وعلى شنطة أبو ناشر. على كل سر بيننا. اطمن يا طويل ولا شكلم أحد. أهم حاجة إنك تفي بوعدك وتجيب لي حقي 300,000. خلنا
أشل لي هذه الرزمة اللي قد كانت تلف وتدور مثلك. الحاصل حتى لقى محوقة. قال لك أجيب له رزمة. هذه الرزمة الواحدة أقل شي داخله 500,000 وأكثر. اسمع يا صلاح، هذه اللي بالشنطة خلي مثل ما هي، معشنا محقيش. أنا بجيب لك 300,000 ولا يهمك، بجيب لك من اللي ادومه لي أهل الحارة. مرة يا طويل، الله يدومه لك أهل الحارة، قلت لش تعمل لهم بصدقة قارية، والله قد بالخزنة كذبك لك على أهل الحارة. ولا كذبت عليهم ولا شي يصلع، صدقة قارية، وانت مكانك مستحق، ولا جبت لك 300,000 مكانه ميزان حسناتهم. الله على يهودي، الله على يهودي. لكن أهم شيء يجيب لي حقي 300,000 وينزل هو أهل الحارة رماد. ها يصلع تمام. تمام. أيوة مكانه بميزان حسناتهم. قسم بالله الشيقع شغل صح. الشيقع لقى فلوس زي الرز، ما حصلت بفترة عملي كله. لقيت فلوس من أهل الحارة أكثر من الطويل. ما بقول كل واحد يدفع حق التجساسة، وما اللي الخزنة حقي وما اللي غرقتك يا معبيس، غرقتك. مثل هذه الصفقة ما تحصلش بحياتك أبدا. فرصة العمر لازم تقع شاطر وتلقط حق التجساسات. كيف يا معبيس؟ عرفت السر؟ اكتشفت السر يا معبيس؟ الله يا قلبي، الله قلبي توقف. الله انهض يا معبيس، قم يا معبيس، قلت لك لا تخاف مني. عادو يقول لا تخافش مني. يا أخي جننت بي الشيطان الرجيم. لازم أقلب له صورة. خلاص وداع للخوف. شوف قسم بالله أرجع أقرأ لك المعوذات، لكن قد من حسن حظك إننا أنسي المعوذات وآية الكرسي لما أشوفك. مالك يا معبيس؟ أنا جيت أطمن، عرفت السر علشان تشتغل الطويل صح. عرفت السر، خلاص عرفت السر يا أخي. خلاص برد قلبك، لا تشغلنا ولا تكملنا فقايا. عملت اللي عليك، خلاص اغرب من قدامي. اهدى يا معبيس واعرف على من تغضب، كما بخرب عليك الشغل كله. لازم تاخذ الكلام بعين الاعتبار يا معبس. هذا شيطان رجيم، والله لا يخرب لك شغلك كله. بعدين انتم الانس ما تجملوش، ولا يقدر واحد يتجمل معاكم. انا كشفت لك سر الطويل، اخرت تغضب عليا. لا تصدق يا شيطان رجيم، أنت شكلك ما تحبش المزاح. أنا كنت أمزح معك. أنت عملت معي أكبر معروف وخدمتنا أكبر خدمة، كيف أقدر أغضب عليك؟ يا أخي لازم تتعود على معبس، كما معبس يحب المزاح. بعدين عادك تقول لي يا اخي ايش الرابط اللي بيني وبينك علشان تقول يا اخي؟ انت انسي وانا شيطان، ما يصلحش نكون اخوة. كيف يصلح؟ شوف، بالنسبة لسؤالك هذا السؤال مهم جدا. السؤال اللي تقصده يعني كيف أنا قلت لك يا أخي وأنت شيطان وأنا إنسي. شوف يا شيطان الرجيم، شوف، أنا أقصد لما قلت لك يا أخي أقصد إخوان بالإسلام، لأنه إحنا الإنس نقول لبعضنا يا أخي لأننا إخوان بالإسلام. أتمنى أنه يكون الشرح يفتهم لك. يعني باختصار شديد أنا أقصد لما أقول لك يا أخي إنك أخي بالإسلام. طيب أنا مسلم يا معبس، أنا مسلم. قلدك الله ما أنت مسلم، قلدك الله ما أنت مسلم. أنا كنت أفكرك مسلم لأنك جبت لي السر حق طويل. لا يا معبس، أنا ليس مسلم.
قلدك الله. يا رجل سهل الآن أنت تدور رابط أخوة بيننا وبينك موجود. ما هو رابط الأخوة بيني وبينك يا مؤبس؟ والله يا شيطان الرجيم سأكون صريح معك. الرابط الذي بيننا نحن البشر وبينكم أيها الشياطين الأفعال. فمثلا الطويل تجاوز أفعال الشياطين، حيث يوم ناديته بالشيطان أتيت إلي وأنت غاضبا وقلت لماذا تشبه الطويل بالشيطان وأفعاله تجاوزت أفعال الشياطين. هذا بالنسبة للطويل لقد أقنعتني، ولكن بالنسبة لك أنت يا مؤبس كيف تناديني يا أخي؟ ما هو رابط الأخوة بيني وبينك؟ نفس الأفعال. برضو أنا أحيانا أقوم بأعمال شيطانية، ولذلك يعني بالنسبة للرابط بيني وبينك الأفعال. هل اقتنعت أيها الشيطان الرجيم؟ لقد اقتنعت، ولكنكم تجاوزتم أفعال الشياطين. هاي من هنا الباب يا شيطان الرجيم، من هنا. مسكين هذا الشيطان الرجيم ضيع الباب لما شاف إن أفعال الإنس أكثر من أفعال الشياطين، خاصة أفعال الطويل. وأنا معي أفعال شيطانية، خاصة التجساسات، لكن الطويل كسر به، الطويل مرة. أنا ما قد شفت الطويل بهذا التواضع ولا بهذا الاحترام. كان متواضع مرة بالغ بالتواضع. مستحيل إنه الطويل يتواضع هذا التواضع وسبر كذا. الطويل هذا لما تشوفه يتواضع ويجيب لك كلام حلو، اعرف إنه يحفر تحت رجلك، ما تدري إلا قد قلب قلبه ما تقومش بعده. العاقل من بعد ما جزرنا الطويل وهو على هذه الحالة مطنن يفكر الله أعلم ما براسه. أكيد هذا العاقل شكله يفكر كيف يعملنا، يدبر خطة علشان ما يرجع ليش حق 100,000 اللي سلفته. وعاقل. ما تشتي يا ابن عشير؟ مالك يا عاقل؟ من يوم جزارنا الطويل وجزاع وانت على الطنانة، حتى جلستك يا عاقل تغير. أول مرة أشوفك ترفع رجلك لفوق الكرسي كذا وتفكر. انتبه يا عاقل، تكون تدبر خطة ضدي علشان تنصب علي 100,000 اللي سلفتك. الله يا ابن عشير، كمش تجلس أهبال، كمش تجلس؟ قال لك أفكر لانصب على 100,000. أنا يا حبيبي أفكر بك أنت، وأفكر بالطويل. الطويل ملعون، مستحيل إنه يكون سبر لهذه الدرجة. أنا خائف لا يكون يحفر لنا حفرة ويعمل لنا نكبة، وأكبر واحد تكون المنكوبة أنت يا ابن عشير. ما قصدك يا عاقل؟ ما هي الحفرة اللي شحفر الطويل؟ أنت خائف علي ولا خائف على نفسك؟ يا حبال يا ابن عشير، أنا خائف عليك أكثر من نفسي. والله يا عاقل أول مرة أشوفك تخاف على أبو ناشر أكثر من نفسك. إيش السبب يا عاقل؟ قدك تحبنا؟ ما حبكش،
ما حبكش يا أبو ناشر، حبك براس. لكن يا أبو ناشر، اللي أنا خايف منه إن الطويل يروح لعند ابنك السلتوح ابن السلتوح ويشل منه الشنطة الدبلوماسي بكله والفلوس اللي داخله. نعم إنه ابني أهبال، نعم إنه هبال يجيب له الشنطة كله. أنا قلت له ياخذ إلا 200,000، يقول له أبوك حول لي ب200,000 بس. يا أبو ناشر، الطويل هذا ملعون يهودي، يروح يقول له أبوك حول لي بالشنطة الدبلوماسي اللي بالدولاب وبأمارة الرمز حقه، وأنت مكانك سلتوح أزيد من ابنك، رحت تجيب له الرمز حق الشنطة. مالا طيب يا عاقل، أنا وثقت أبوه، قلت إنه قسبار، تقول ابني السلتوح ابن السلتوح بيجيب له الشنطة كلها. قعيلك يا أبو ناشر، كيف ماشي يجيب له الشنطة كلها وأنت جبت له الرمز؟ لما يروح يقول له بأمارات رمز الشنطة كذا 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 بيصدقه على طول ويجيب له. سرحتك يا أبو ناشر، قرح ضمارك يا أبو ناشر، الله يا مصيبته.